شيرين، هاي، ازيك؟ الحمد لله. وانت؟ انا زي الفل. شيرين كو فاوندد فلاش بعد رحله مثيره جدا في اوبر، و I think يعني اوبر was a very very good journey to most people who went through it. فاحكي لنا كده عن الرحله بتاعتك so far و why did you do flash؟ لا، سؤال حلو قوي. هو عامه اوبر الناس دايما بتقول علينا كاننا اتخرجنا، يعني في دفعه اوبر كده اتخرجت، تلاقي كل حد راح عمل ستارت اب مختلفه وكلنا بنساعد بعض لحد دلوقتي. فبالنسبه لي ان الواحد يشتغل في كلتشر زي كده خليته ان هو بجد عايز يعمل حاجه هو كمان. يعني في اللي راح ثاندر، وفي بقى كلنا كده ايه يعني طقم كده طلع في عالم التك. وفي اوبر كان عندك انزل الشارع اعمل حاجه براحتك، انزل اتصرف. يعني مفيش اعملها ازاي، مفيش. طب انا مامتي اول مره لما نقلت رحت اوبر في شغلي القديم، كنت شغاله في كوربريت. قالوا لي يعني افتكروني اترفدت لان ساعتها كانت مكتب صغير قوي في اي سي، صغير قوي قوي قوي، يعني ما كانش حتى المكتب اللي عندنا دلوقتي. فكانوا فاكرين ان انا ماشيه متضايقه، اللي هو انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ يعني ايه اوبر دي؟ ما كانش لسه اتسمع عنها خالص، ده كان زمان قوي، يعني كان انا رحت في اول 2017. بس علمتني قوي، لان اوبر كانت في النص ما بين اللي انا كنت فيه قبل كده، ان هو في شويه ستراكشر. يعني انا رايحه على اسم براند اتليست موجود بره، في بادجت جاي من بره دي حاجه مهمه قوي وفي تيمز متاسسه، يعني في اورجانيزيشنال ستراكشر. جينا هنا اللي انا فيه دلوقتي، لا انت بتعمل كل حاجه بجد من الزيرو. يعني فعلمتني قوي بصراحه اوبر حاجات كتير قوي. يعني انا I'm very grateful للتيم وللكالتشر اللي احنا كنا فيها. And then my other founder, my other co-founder, هو كان في اوبر كان head of marketplace، انا كنت head of marketing. وهو كان شايف مشكله الكاش كولكشن. اكيد الجمله بتاعت كاش ولا فيزا كلنا حضرناها في اوبر. فكان في مشكله، طب الكاش اللي السواق بياخده ده بيروح فين بقى بعد كده؟ how do we collect the cash؟ فاكيد في فلوس كتير قوي بتتهدر في along the way in this process. فابتدى يفكر طب ايه within payments الحاجه اللي انا اقدر اعملها. and then he decided عايز اعمل حاجه في payments. انا كنت لسه في اوبر، كنت مبسوطه جدا، ما كنتش عايزه امشي كنت تمام. يعني السيت اب بتاعي كان quite special كمان، فكنت مبسوطه قوي. ابتدى يقول لي الشركه كان اسمها تحويله، ساعديني في البراند. طب ليتس ري براند. ابتديت الاقي انه لا، الهاسل وحشتني. يعني اوبر كنا بقينا خلاص بروبر ستراكشر، بس برجع بقى لجلوبال تيم لابروفلز وكده. دلوقتي بقينا لا على الارض قوي. فكنت بيست في دبي، بقبض في بالدرهم وعايشه في مصر يعني. فانا كنت ما بين هنا وهناك، فكانت حياتي تحفه. بس وبعدين قلت لا that's not what I want، انا عايزه اعمل حاجه بايدي من اول وجديد. اوكي. I co-founded Flash. So you started Flash. What do you do special؟ يعني payments, collections، بتعملوا ايه؟ احنا بنبدل الكاش بفلاش. يعني ده اللي احنا دايما بنقوله. ماركتينج برضو كده. بنبدل الكاش بفلاش in a way ان احنا لقينا ان في كذا مشكله من ناحيه اليوزر ومن ناحيه الميرشنت. ان من ناحيه الميرشنت وذر بقى ده مطعم، وذر شركه بتاعت ديليفري، اي نوع حاجه فيها مدفوعات. يعني في مصر اي حاجه اكيد لازم هتدفعها. في مشكله من الكاش كولكشن، ليه كوست لوحده، بالذات مثلا في حاجات زي الدليفري، او في مطاعم حتى ممكن تبقى صغيره او حاجات صغيره ما فيش الكوست ان هو يقدر يدفع لبي او اس، لهاردوير ديفايس بيوصل تحت البيت، ما فيش نتورك. يعني لقينا في مشاكل كده من ناحيه المطعم، ومن ناحيه اليوزر هو عايز يستلم وبعدين يدفع. فاول فكره جت عندنا هي ان انا ابدل مخصوص للدليفري. فهي بدل هي كاش اون دليفري هي فلاش اون دليفري. فالمندوب بيوصل بكيو ار كود بسيط قوي من غير اي تكنيكال انتجريشن، مش محتاجين اي تك ورك خالص. ببقى لابس زي اي دي، او بيبقى زي بيكون في اي ريسيت على بتاع المطاعم حتى يكون في عليه كيو ار كود. بدل ما تاخد فيدباك ممكن انا اعرف اقرا الكيو ار كود ده، ويبقى مكتوب فيه المبلغ، الكاستمر يسكانت بالتليفون، فيبقى استلم الاوردر بتاعه الاول، وبعد كده بقى بيدفع بعد الاستلام. اوكي. بتمشي بقى في كل الاندستريز. يعني مثلا في الهدوم مثلا، لاتسي انا طلبت حاجه من محل على انستجرام، ما في الاخر حد هيوصل لي المنتج بتاعي، افرض انا البي اتش دي ما اعرفهاش، فانا عايزه استلم واتاكد ان البرودكت اللي جالي مقاسي. يعني انا مثلا طلبت ميديم جالي اكس مول، مش اكس مول، فحابه اتاكد ان الحاجه وصلت لي وبعدين ادفع بعد كده. انترست. طيب
دايما بشوف ان حته البيمنتس او يعني المنطقه بتاعه الفلوس تشالنجينج جدا. تشالنجينج جدا، بتطلب انفراستراكشر، بتطلب يعني روم فور ايرور اولموست معدومه، او معدومه مش اولموست معدومه. تعاون مع بنوك، حاجات فيها governance. how hard was it ان انت اصلا تخش بقى to venture into حته so hard. اوكي. يعني I think انك تبقى بتتعامل بالفلوس فعلا يعني مش بس صعبه، هي حساسه جدا. فلا we went through a very long process. بس البنك المركزي ساعدنا قوي بصراحه. يعني احنا we're licensed بالبنك المركزي، والبارتنر بانك بتاعنا بنك مصر. يعني انا بصراحه يعني انا اول مره اشوف بنك حكومه but in a way they're really supporting الفينتكس، لانه الاستراتيجي في مصر اتغيرت، ما بقتش زي زمان. بقى في البنوك موجوده وكل حاجه، بس البنك بقى في ظهرك. فانا كأن البنك عمل تيمز زياده، اكستنشن للتيمز بتاعته في صوره فينتك، عشان الفينتك تقدر تجري اسرع بس في ظهرها البنك. فانا كل البيمنت بتبقى بروسيس بالبنك، مش انا اللي ببروسس البيمنت، البنك اللي بيبروسس. والبنك المركزي عشان اعرف اخد رخصه فانت بتعدي بموافقات كتير جدا. فالحمد لله يعني خدنا الرخصه، ودلوقتي نقدر نعمل يعني حاجات اكتر من اللي احنا حتى بنعمله دلوقتي. مبروك. طيب talking about restaurants بقى which is يعني our field of interest. ازاي المطاعم النهارده تقدر تستفيد بوجود فلاش، بوجود شركه زي فلاش؟ وانتي كمان شايفه الكومبيتيشن او التكنولوجي ان جنرال، المطاعم بتعمل بيها ايه دلوقتي؟ يعني از ات ان ايدج ولا لا اتس بيردن؟ فنبدا بازاي يستفيدوا من فلاش. لا هو عامه الجمله الاخيره دي عجباني قوي، لان اي حاجه جديده بتبقى بيردن وبعدين بيقلب يعني اتس بيردن، بس هي بتساعدك قوي. فانت في الاول اي حاجه جديده هتعملها في حياتك، اي حاجه جديده هتحس ايه ده تعمل ازاي مش عارف، طب ما خليني في اللي انا عارفه، طب ما هي دي الطريقه اللي انا بكولكت بيها. اند ذن لما تبتدي تشوف ان الحاجه اللي شكلها كانت بيردن عليك بس ازاي سهلت لك افيشنسي، ازاي ساعدتك انك تخسر فلوس اقل اكروس بقى كل البيلرز اللي موجوده. يعني كل حاجه تك بتساعدك في حاجه، فهتبتدي تحس ايه ده، طب اي وانت مور، طب ليه لا. يعني احنا مطاعم كتير ابتدينا معاهم الاول ديليفري بس، لان ده اكتر ايدج عندنا في الدليفري. اند ذن قال لي ايه ده، طب انا مش عايزك دليفري بس، انا كمان عايزك ان ستور. فبقى طب خليني اعمل لك فاست كيو لفلاش بعد كده، فبتسهل الاوبريشنز بعد كده. اند ذن هي في الاول بس تبقى مش فاهم، يعني انا مش فاهم اعملها ازاي، بس تعالي يلا نجرب. ويعني سيكتور معين من المطاعم هو اللي انتوا بتحبوا تشتغلوا معاه ولا اي مطعم كان اي مطعم؟ انا بص انا كله، بالذات ان احنا عندنا طرق دفع مختلفة. يعني أنا مش بتشحن محفظة عندي أو كده، لا هو أنا بتقدر تدفع بأي كارت، كريدت كارد، ديبت كارد، بريبيد، كل أنواع بقى. يعني ميزة تلدا يعني عارف كل أنواع الكروت اللي موجودة، وديجيتال والتس از ويل. فتقدر إن أنت تدفع بفودافون كاش وأي محفظة عندك، وتقدر تقسط كمان دلوقتي بفاليو. وبندخل كمان بقى بيمنت ميثودز يعني زي انستا باي والحاجات دي. كل ده ان شاء الله نقدر ندخله حتى على الاب بعد كده، فتبقى في التشيك اوت سهله. فبيمنت بتاخد بجد 3 ثواني. هي طيب كان يشير شويه بقى ستوريز كده على المطاعم. يعني مطعم اللي هو انا مثلا هقول لك بالنسبه لي اتليست فكره ان انا ادفع في البيت بكاش دي مشكله. يعني في نفس الوقت مش كل المطاعم عندها اللوكجري بتاعت ان انا ممكن ابقى في مثلا اوردرنج اب او حاجه ادفع بيها بالكريدت كارد، يعني وابقى عايز اطلب مثلا من المطعم دايركت. فانا فلاش بيرسون دي اللي هو بيجي ده شرف لينا كبير، ده لوحده فيريفايد. هاو ذا اكسبيرينس بقى معاكم؟ يعني بجد seeing the restaurants كده I know you have يعني nice number of restaurants. how did the experience مع الناس دي؟ يعني ممكن ادي لك اكزامبل بتاع كوك دور مثلا. يعني كوك دور احنا ابتدينا معاهم ان احنا كنا بنعمل 2% من الترانزاكشنز بتاعتها، وبعدين بقينا بنعمل ده توتال ان ستور وديليفري. دلوقتي بنعمل 33% من التوتال ترانزاكشنز بتاعت كوك دور بفلاش، وتقريبا 60% من الدليفري بقى بفلاش.
ده ابتدى بايه؟ وانا رحت ابتديت من 2%. ليه؟ لانه الناس ما كانتش لسه، ولا هما بتاع 40 بلس فرع يعني، فلسه الكرو كبير قوي، فلسه الناس مش فاهمه طب هي كده البيمنت سمعت ولا هتتخصم عليا. فابتدى لما بعد اول شهر لما ابتدى يلاقي ان ايه ده الترانزاكشنز اتعملت وايه ده ما فيش اي مشاكل، طب يمكن الشهر الجاي ما تحصلش ابتدى يحس ايه ده لا. فابتدت تلاقي ان وبنقعد بقى نحسن الاوبريشنز مع المطعم. فبالنسبه لي الحلوه قوي في عالم الستارت اب ان انا الميرشنت مش بعتبره ميرشنت، انا بعتبره بارتنر. يعني ان واي انه انت بتقولي انت محتاج ايه، يعني انا ممكن البرودكت اللي انا بقدمه تبقى انت محتاجه بطريقه مختلفه. فانا تك ان هاوس، برودكت ان هاوس، كل حاجه عندي ان هاوس، مش بيعدي على كيوينج سيستم وهوديك تيكت كمان 3 سنين يعني. فانا كله ان هاوس، فبشوف كل اندستري اللي ريليفنت ليها وبعمل البرودكت بتاعي يبقى مخصوص للاندستري بتاعتك بس يعني. interesting. طب where do you see بقى فلاش going next مع المطاعم؟ يعني مع المطاعم ان احنا يعني الاول خالص كنا مركزين في يمكن مطاعم عندها تشينز مثلا او حاجات زي كده. دلوقتي انا ببارتنر اكتر مع ال 3PLs اللي هم third party logistics، لانه مش بس عايزه المطعم اللي هو يبقى عنده المناديب او الطيارين او على حسب كل حد بيسمي الفانكشن دي ايه. انا عايزه اروح للشخص اللي بيقدم المناديب للمطعم، فان انا اقدر اسكيل اسرع، لان في الاخر هو ده الشخص اللي بيكولكت الفلوس. فit becomes easier للريستورانت ان هو مش محتاج ان هو يعمل معايا حاجه غير بس ان احنا نمضي مع بعض عشان بس يعني عشان بس يبقى عارف ان انا بقدم له ديسكاونت. يعني احنا بندي ديسكاونت على اول بيمنت بفلاش، فبس عشان المطعم يبقى عارف. بس في الاخر هو 3PL اللي هيكولكت الفلوس. بس let's say ريستورانت عايز فلوس تروح له دايركت وما تروحش ل 3PL اصلا حتى، فهقوم ماضيه معايا واخده منه رقم حسابه. فوي تراي تو سكيل ان انا يبقى عندي كل انواع الريستورانتس، مش بس التشينز الكبيره او المطاعم الكبيره، لا انا حتى الحاجات اللي هي الصغيره، المطاعم الصغيره مش لازم يبقى عندك POS، مش لازم الPOS تاخدها من المحل اللي جنبك عشان وتحاسبوا مع بعض، مش لازم يبقى عندك POS وتقول ده انا الكورير معاه الPOS فانا بحاسب كاش بس. كل الهاسل ده مش لازم تدفع هاردوير ديفايس، كل ده مش محتاجه. هي بجد حته ورقه باظت هتباع لغيرها او اطبع لنفسك يعني لو الموضوع تعبك قوي بس لا يعني والله احنا بصي وار امبرست بالتشينج، وار امبرست بالتغيير اللي بيحصل في المجال. مقتنعين جدا بصراحه ان فلاش من الحاجات اللي فعلا بتسهل على الكاستمر كمطعم واليوزر اللي بيطلب. ف keep inspiring the people enjoying the restaurant scene في مصر. thank you for building يعني an awesome product. لا وبجد keep giving us insights يعني بجد it's the only way for us to improve. يعني احب ان اي مطعم او اي يوزر، يعني احنا بنصدق قوي في الفيدباك، ف good and bad يعني عندك حق، كله بجد بيغير قوي المنتج بتاعنا. فانا مبسوطه قوي ان احنا بنشتغل مع بعض يعني برضو. يعني بليز اي فيدباك، انا احب قوي ان احنا نقدر نساعد باكتر طريقه ممكنه يعني. ثانك يو شيرين. لا ثانك يو فور هافينج مي بجد. ثانك يو جدا. ثانك يو.